معاك ميزانيه محدوده وعايز تطلع منها باحسن فريق ممكن. انا عارف انك مفلس وحالتك نيله، ما تتكسف مني يا حنفي. بس عليك، ده انا اخوك يا جدع. ده انت تيجي تقول لي مسعود انا عاوز فلوس. تعالى شوف معايا مين افضل لعيب ممكن تشتريه من كل فئه سعريه، من اول حراس المرمى لحد المهاجمين. بس خد بالك لو ما شفتش الفيديو ده ممكن تندم وانت بتعدل فريقك لبدايه الموسم. ولو الفيديو ده حسيت انه ساعدك في اختيار تشكيلتك، ما تنساش تعمل لايك واشتراك لاخوك، لان دعمك ده هيفرق معايا جامد. تعالوا يلا بينا كده من غير مقدمات كتير نبدا بحراسه المرمى. لو بتدور على ارخص حارس يبقى مفيش قدامك غير دوبرافكا اللي راح بيرنلي، والحارس ده ب 4 مليون وهيلعب اساسي. طيب لو عايز حاجه اغلى شويه بس فيها فاليو، في فئه ال 4.5 مليون في كذا اختيار، بس من وجهه نظري في الفئه دي كيلهر هو الافضل. لكن لو معاك بقى شويه زياده وعايز حاجه عمليه في فئه ال 5 مليون، فانا هنا هرشح لك 3 حراس وهم فيكاريو او سيلز او سانشيز. اما بقى لو ناوي تصرف وتجيب حاجه مضمونه، فانا انصحك تخليك مع اليسون ب 5.5 مليون، بيلعب مع فريق كبير، فرص الكلين شيت كبيره. ده الحارس اللي انت بتجيبه وتخليه الموسم معاك بقى كله. تعالى بقى نخش على الدفاع. لو ناوي تصرف جامد، كوكوريا هو احسن خيار ب 6 مليون، انا انصحك ان انت تجيبه حاليا، بس بشرط انه يكمل اساسي. ونيجي لفئه ال 5.5 مليون، انا شايف ان احسن حد دلوقتي بالنسبه لجدول الماتشات فهو بيدرو بورو من توتنهام. جدول الماتشات سهل ومتوقع يعمل نقط كتير الفتره اللي جايه، والراجل بيقدم شغل دفاعي وهجومي محترم ويستاهل الفلوس. حابب حاجه مختلفه وممكن تفرق معاك، اولي اينا من نوتنجهام او نيكو ويليامز في فئه ال 5 مليون. حابب توفر شويه فهنيجي لفئه ال 4.5 مليون. عندك احسن اثنين مدافعين فئه ال 4.5 مليون، هو كونسا من استون فيلا وفان دي فين من توتنهام برضو، عشان قلنا جدول ماتشاتهم مفيش احلى من كده، والراجل ده ضامن ان هو بيشارك اساسي، ودي اختيارات ثابته وموثوق منها. ولو بتدور على ارخص حاجه خالص، عندك ستيفي ب 4 مليون، وهو بصراحه في تشكيله ناس كتير علشان هو ب 4 مليون مدافع بادجت ومضمون ان هو يلعب اساسي برضو. تعالوا بعد كده نروح لنص الملعب، والاختيارات هنا بصراحه كتير، فخلينا نقسمها على حسب الميزانيه. في الفئه العاليه وطبعا ما فيش غيره محمد صلاح ب 14.5 مليون، بصراحه ما ينفعش تبدا الموسم من غيره. في فئه ال 10.5 مليون بصراحه ما فيش غير البالمر، راجل مضمون وممكن يضمن لك نقط كتير، بنشوف اوقات بينفجر في ماتشات بيجيب فيها بالجونين والثلاثه. وننزل بقى بالسعر شويه ل 7.5 مليون، والفئه دي انا بصراحه شايف فيها لعيبه كتيره قوي، وانا هنا بالنسبه لي افضل اختيار في الفئه دي هو كودي جاكبو. جاكبو يا جدعان الناس مش واخده بالها منه، وهو عامل بري سيزون كويس وبيساهم في كل الاهداف بتاعت او معظم الاهداف بتاعت ليفربول، ونسبه ملكيته كمان قليله، فممكن يبقى اختيار ديفرنشال. وبسعر 7.5 مليون فانا شايفه بصراحه احسن واحد في الفئه دي. بصراحه بدا يدخل دماغي وشايفه اختيار ممتاز. ولو نزلنا نص مليون كمان هنلاقي برضو الفئه دي فيها لعيبه كتير نحتار بينها، بس بصراحه افضل اختيار من وجهه نظري كان في الفئه دي كان هو روجرز، بس قبل ما يتصاب. لكن ممكن دلوقتي نستبدله بلعيب تاني وهو نيتو من تشيلسي، كفر للناس اللي مش هتبدا ببالمر عشان تعرف توازن التشكيله بتاعتها. ولو قلنا بقى نص مليون كمان في فئه ال 6.5 مليون، هنلاقي قدوس من توتنهام ممكن يلم نقط حلوه. وبالنسبه لفئه ال 6 مليون فهنلاقي منتي من برايتون، هو اختيار غريب شويه بس لو فرق معاك هتبقى ضربه معلم. لكن بالنسبه لفئه ال 5.5 مليون فانا هرشح لك هنا مالم من استون فيلا، زي ما قلنا جدول ماتشات حلوه، وكمان بعد اصابه روجرز فممكن هو اللي يبقى بيتقدم وبيشارك يعني في اهداف كتير واسيستات كتير. واخيرا بصراحه في فئه ال 5 مليون يعني مش شايف حد ان هو يتاخد. بس هي دي كانت اختياراتنا بالنسبه لخط النص. واخيرا نروح بقى لخط الهجوم. هالاند ب 14 مليون مفيش نقاش، الراجل انا حاسس ان هو في البدايه كده هيكسر الدنيا، وخصوصا ان هو عامل زي صلاح، مفيش بدايه موسم يعني كان بلانك فيها الحقيقه، ما افتكرش، فده ممكن يكون من اول الاسماء اللي في تشكيلتك بالرغم من انه 14 مليون. تاني مهاجم هنتكلم عنه هو واتكنز ب 9 مليون، وده اختيار ثابت ومضمون مع جدول ماتشات سهل. لو قلنا بالفلوس شويه لغايه 7.5 مليون فهنلاقي ان هنا هنتكلم عن سولانكي مهاجم السبيرز. بصراحه انا شايفه بالسعر ده اختيار ممتاز، وخصوصا في الماتشات السهله اللي عند توتنهام. ولو عايز بقى مهاجم رخيص ممكن يفاجئنا كلنا، هو بيتو ب 5.5 مليون من ايفرتون، وجوله ورا الثانيه ممكن يعمل فرق كبير. ولو وصلت معايا لنهايه الفيديو حابب اشكرك، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، لان ده اللي هيشجعني جدا الحقيقه ويخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. وسيب لي في الكومنتات مين من اللعيبه اللي احنا قلنا عليها النهارده هيكون اكيد في تشكيلتك، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله قريب جدا. سلام.